أكتر حاجة توجع قلب أي راجل إنه يكتشف إن أقرب الناس ليه خانوه. أحمد شاب بسيط بيشتغل في شركة صغيرة وعايش حياة مستقرة مع مراته مريم، حبها من أيام الجامعة وواقف معاها في كل حاجة لحد ما اتجوزوا. كان شايف إن حياته معاها كافية وإنها هي السند الوحيد في الدنيا، لكن في يوم وهو راجع من الشغل لمح رقم غريب بيتصل بمريم كتير. ساعتها قلبه دق بسرعة وحس بشك لأول مرة. حاول أحمد يقنع نفسه إن مريم عمرها ما تخونه، لكن تكرار المكالمات خلى الفضول يسيطر عليه. قرر يراقبها من غير ما تحس، واكتشف إنها بتخرج أوقات غريبة وتقول له إنها رايحة عند صاحبتها. الغريب إنها في يوم نزلت من البيت لابسة لبس أنيق جدا وماسكة شنطة جديدة، لكن ما راحتش لصاحبتها زي ما قالت. أحمد فضل ساكت أيام طويلة متحمل نار الشك في قلبه، وفي ليلة لما رجعت مريم متأخرة وقف قدامها وقال: هو أنت فين كنتي؟ اتلخبطت وبانت عليها علامات التوتر، وقبل ما تلحق ترد رن تليفونها وكان الرقم الغريب هو اللي بيتصل. احمد خطف الموبايل من ايدها ورد بصوت غاضب، لكن الصدمة كانت اكبر من توقعه. اللي بيرن كان صديقه المقرب يوسف. احمد وقع الموبايل من ايده وبص لمريم. مريم ما قدرتش تنكر والدموع نزلت من عينيها. الدنيا وقفت قدام احمد، كل حاجة حلوة عاشها اتحولت لجرح غائر. قرر يسيبها من غير كلمة وخرج من البيت وهو تايه، ومن ساعتها بقى عايش في صراع. هل الغلط كله على مريم ولا هو اللي ادى فرص ليوسف يدخل حياته بالشكل ده؟ لكن اللي اكيد ان جرح الخيانة مستحيل يتلم. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتفولو وتسيب تعليق عشان يوصلك كل جديد، وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام.